هذه ليست المريخ بل هي إيران. ماركو بولو زار هذه الجزيرة في 1290. اليوم راح نحكي لكم على أغرب الجزر في العالم اللي ترابها صالح للأكل، وراح نحكي لكم على سر شاطئها البراق العجيب، ويا ترى وش الشيء اللي خلى جبالها فيها أكثر من 70 لون، وما القصة وراء هذه المجسمات التي فوق الجبال. فإذا حابين تشوفوا أكثر تفاصيل عن الجزيرة خليكم معايا لآخر الفيديو. جزيرتنا اليوم هي جزيرة هورموز. جزيرة هورموز تقع في منطقة هورموزغان، تقدروا تجوها من بندر عباس أو تقدروا تدخلوا لها من جزيرة قشم. هذه القوارب اللي هي على شكل باصات تقدروا تلاقوها الصباح فقط، سعر تذكرتها 150 تومان، أي ما يعادل $1.50. أخذ منا تقريبا ساعة من جزيرة قشم إلى جزيرة هورموز. من الأحسن أنكم تروحوا الصباح بكري، يعني 8 صباحا، باش تستغلوا الوقت وتقدروا ترجعوا العصر. لكن احنا للأسف رحنا متأخرين ووصلنا على 12 ظهرا. لما توصلوا للميناء تلاقوا السكان المحليين يبيعوا الملابس ويبيعوا الأشياء التراثية الموجودة والخاصة بجزيرة هورموز. هذا النقاب اللي معروفة هنايا. وبما أن جزيرة هورموز قريبة كثير للدول الخليجية، فتلاقي عندهم أشياء مشتركة كثير بين الخليج، مثل هذا النقاب اللي أنا اشتريته وخطف قلبي. جزيرة هورموز غير مسموح فيها أنك تدخل بسيارتك، لهذا لما توصل عليك أن تاخذ توك توك أو دراجة نارية وأنت تقودها. أول وجهة لنا واللي كانت جميلة جدا هذا الهوتيل الملون اللي معروف بهوتيل موجارو، اللي مستوحى من طبيعة جزيرة هورموز. تصميمه وديزاينه جميل جدا وخاص، وتقريبا الليلة تكون فيه $100. إذا حابين نعملكم فلوج فيه خلوا لي رأيكم في التعليقات. مساحة جزيرة هورموز تقريبا 42 كيلومتر مربع. يفوق عدد السكان فيها أكثر من 5800 شخص، أكثرهم معتمدين على الصيد، ولكن حاليا معتمدين على السياحة فيها أكثر، وهم من المسلمين المتبعين للمذهب السني الشافعي. والعجيب أن هذه الجزيرة كانت محتلة من قبل البرتغاليين في سنة 1505 ميلادي، حيث أن البرتغاليين احتلوا هذه الجزيرة لأكثر من 100 سنة. ولهذا السبب تلاقي السكان كلامهم مزيج من كل اللغات، الفارسي والعربي والهندي والبرتغالي. همیشه قصه و چه خیلی دوست داره تعریف کنه. واسه پرتغالی اینجا میان واسه قصه گفتن. شوهر میگه که سر کار میره خسته است و استراحت کنه، خب میگه بیبی روز دیگه نار تو خونه همه تو چی بیرون میکنم، با خودت بیبی چی بیرون میکنم. بیبی میگه باشه. فردا که میره سر کار شوهرش میگه پرتغالی میان میگه پس سریع تو خونه قصه بگم، بعد شوهرش که میرسه همه رو بیرون میکنه، با خودت بیبی چی بیرون میکنه. بیبی به خاطر که ناراحت از خونه میاد. این واسه پرتغالی خونه اینجا درست کنه، واسه پرتغالی قصه و آهنگ و ماجرا چیزا بهشون میگه. واقعیه اینجا؟ بله واقعی. بله. هورموز فيها الكثير من الكهوف والغارات المتنوعة والغريبة، وحاليا توقفنا عند غار من الملح اللي هو يقولوا له غار نامك. وفي كل وجهة سياحية تقدروا تاخذوا تذكارات من هذه الجزيرة في أشكال مختلفة.
الغار كان جميل جدا وفيه ترسبات وألوان مختلفة، لكن بما أن داخله كان مظلم فما كانش واضح بزاف. يا ترى سمعتوا بفاكهة الجوافة؟ الجوافة تشبه الإيجاز في الشكل، لكن أعتقد أنها أكبر. وأخيرا ذقت الجوافة كيف تكون. هم هنا في هرمز عاملينها على شكل عصير. صورتیه چیه؟ صورتی هم همینه، این سیب که دوتا رنگ داره اینم دو رنگ ها یعنی هرمز طعمه يشبه گفتی اناناس و انبه. گوبابا این طعمش تقریبا بین آناناس و انبه. گوبابا آره گوبابا مال اینجاست. بله. آره. كل ما جيت أبكر للجزيرة كل ما كان عندكم وقت أكثر لمشاهدة الأماكن السياحية، وأغلب السياح يبقوا ليلة أو ليلتين في الهوتيلات الموجودة في الجزيرة. شايفين هذه الألوان الجميلة؟ هذه الألوان الجميلة أخذت ملايين السنين باش تكون بهذا الشكل، واللي هي عبارة عن أملاح وأكسيد الحديد بالإضافة إلى رسوبات حمم بركانية. أما السبب الثالث اللي خلى هذه الألوان تتشكل راح يحكي لنا عليها هذا المرشد اللي جينا معه. وأغرب شيء أنه الأمطار والرطوبة تغير ألوان هذه الجبال. دره رنگ کمانه. خب بچه اینا پرتقاله که اینجا بودن گلوله و تیر و چیزا زیاد بوده. خب هر تیر یا هر گلوله که نگاه خودش یه رنگی داره. اینا کلا چی نمکه، زیر آب نمک درسته، رنگ ها رفته تو گلوله، رفته توی نمک و روی آب به خاطر رطوبت هوا رنگش تغییر میکنه. شوفوا هاد المجسم، هاد الجبل كأنه مرأة نايمة إذا لاحظتوا راسش شين. ويقول أن هذه الجبال كانت تحت البحر، ولما كانت تحت البحر هذه المجسمات من صنع سمكة الهامور. كلنا تقريبا نعرف قاع الهامور، لكن أنا أول مرة نسمع أنه السمك الهامور يقدر يشكل هذه المجسمات تحت البحر. أنا للحين مش مصدقة، وأنتوا قولوا لي واش رايكم إذا هذا الشيء ممكن أو لا. المجسمات كانت كثيرة جدا فوق الجبال، وراح نشوف مع بعض كم واحدة في رحلتنا لليوم. المنظر غير عن اللي تشوفوه في الفيديو، جميل جدا ويستاهل تجربة أنكم تجوا وتشوفوها عن قرب. مثلا هذه المجسمة اللي قاعدين تشوفوها كأنه أسد جالس. أحسن فترة تقدروا تجوا فيها لجزيرة هرمز هي من أوائل الشتاء إلى أواخر فصل الربيع، لأنه بعدها الجو يكون حار جدا وغير قابل للسياحة. وجهتنا واللي هي قبل الأخيرة الشاطئ الأحمر. هذا الشاطئ من الغرائب الموجودة في جزيرة هرمز، واللي ترابها معروف أنه يشبه تراب المريخ. تتخيلوا أنه هذا التراب صالح للأكل؟ يعني هذا التراب يعملوه يصفوه وبعدها يضيفوه إلى الماء والأسماك ويعطي طعم لذيذ جدا، والكثير منهم يستعملوه في خبز الماهيوفي اللي شفتوه في الفيديو السابق، والمعروف عنه أنه غني بالحديد والكالسيوم.
ويستعملوا تربة هذا الشاطئ حتى في صناعة المساحيق التجميلية. يعني ما تقدروش تتخيلوا ثبات هذا اللون على البشرة أو على الملابس. يعني أنا غسلت يدي مرتين ثلاثة واللون ما راحش 100%. ويمكن كثير منكم يتساءل ليش لبست اللون الأبيض. أنا أصلا تعمدت ألبس اللون الأبيض علشان الألوان كنت حابتها تبقى في ملابسي. إذا لاحظتوا أنه ملابسهم تشبه الملابس العربية، وخاصة عندنا في الجزائر الملابس التقليدية الخاصة بالبيت تشبه هذه الملابس كثيرا. وصلنا إلى أغرب شاطئ وأجمل شاطئ أنا شفته في حياتي، الشاطئ البراق اللي فيه الرمال اللي وكأنها إكليل على الأرض. سر هذا الرمال أنها تشكلت عبر ملايين السنين من حمم بركانية. يعني هذه بقايا حمم بركانية كانت على هذه الجزيرة وتشكلت بهذا الشكل على مر السنين. هذه الرمال لا تتجدد أبدا وهي خاصة فقط بهذه الجزيرة. إذا جيتوا في الصباح الباكر تلاقوا أن الشاطئ بسبب المد والجزر لونه أحمر. يعني أي تراب أحمر يكون في وسط البحر يطلع ويصير لونه أحمر، وخاصة لما ينزل المطر تكون الأمواج كلها حمراء. لكن احنا ما حالفناش الحظ في أن نشوفوا هذا الشيء واكتفينا فقط بالشاطئ الفضي. بعد ما توصلوا للشاطئ الأحمر تقدروا تطلبوا سمبوسة الميغو أو الجمبري بنينة بزاف. تقريبا تقدروا تاخذوها $2 مع العصير اللي هنا كثير معروف، غواوا اسمش غواوا لذيذ، جربوه. کار چنده؟ الكثير من السياح يحاولوا ياخذوا ولو قليل من هذا التراب أو من ساحل الفضي، لكن هذا يضر بهذه المنطقة في جزيرة هرمز. وودعنا الساحل الأحمر وتوجهنا إلى وجهتنا الأخيرة. ويقال عن هذا المسير المسير ذو اللونين. يعني إذا لاحظت في جهة حمراء وفي جهة لونها عادي. الأماكن أو المناطق السياحية في جزيرة هرمز كثيرة جدا، لكن لازم يكون عندك وقت أكثر باش تقدر تشوف كل المناطق. فأنا إن شاء الله إذا سنحت لي الفرصة مرة أخرى نروح ونصور لكم باقي المناطق. هذا يقولوا له الساحل لاكروشتا اللي هو ساحل السلاحف.
هذا الساحل سمي بهذا الاسم لأن السلاحف أكثر الأوقات تجي فيه، والكثير منهم يمارسون الغوص مع السلاحف في هذا الشاطئ. وهنا إذا لاحظت هذه مجسمة أخرى لطفل وكأنه مستلقي. أنا تعجبت كثيرا من هذه المجسمات الجميلة. وهذه كانت رحلتنا إلى جزيرة هورموز. إن شاء الله تكونوا استمتعتوا وشفتوا حاجة جديدة. استنوني في فيديو جديد في جزيرة قشم، واللي هي كانت أكثر من رائعة وجميلة. وما تنسوش تخلوا لي رأيكم في التعليقات. شكرا على حسن المتابعة، وفي أمان الله وحفظه.